بدون فرن وبدون جيلاتين حتحضروا أطيب تشيز كيك متماسك، القوام بجنن، رح تعطوه 10/10. وصفة ناجحة، رح تحسوا حالكم جايبينه جاهز، مش كأنه انتو حضرتوه بالبيت. سوري يعني بدنا نبلش الفيديو بالمساعدة الجميلة يلي ما قدرت اتخطى هالمقطع، انه انا تركت الكرزات رحت ثواني رجعت لقيتها مصورة هيدا المقطع، او يمكن مش عارفة انه الكاميرا شغالة وهي عم تاكل بالكرزات. صراحة معها حق، الكرزات كتير طيبين، والكرز من الفواكه اللي انا كتير بحبها، وما بحس انه في حدا ما بحب فاكهة الكرز. اول شي رح نعمله انه رح نقطع الكرز بالنص ونشيل منه البذر بهالطريقة، سهل كتير. إذا عندكم المكنة اللي بتسحب البذر وبتقطعوه بالنص بيكون تمام. على نار وسط بنحط المقلاية، أو إذا بدكم طنجرة مهم تكون ما بتلزق، بنحط فيها الكرز اللي قطعناه مع سكر وشوية مي. أكيد رح أذكر المقادير كلها بصندوق الوصف. رح يبلش يغلي، بعدين بنخفف النار وبنتركه يغلي لحد ما يتعقد عنا الصوص. هيدي النتيجة المطلوبة، شايفين الصوص كيف تعقد؟ هيدا اللي بدنا إياه. من برده بعدين بنشيله على مرتبين، منسكره وعلى البراد، اكيد بنحطه بالبراد بيكون بارد. هيك بنكون خلصنا قطعنا مرحله الصوص يلي هي كتير مهمه، واللي هو بيعطي طعم كتير طيبه للتشيز كيك. الحين نبغى نحضر شو اول بارت او اول طبقه بالتشيز كيك يلي هي طبقه البسكويه. جيبوا حيلا نوع بسكوي ساده، وفيكن تخلطوا بين البسكوي الساده والدايجستيف بتطلع كتير طعمه اطيب. من بعد ما طحنا البسكوي بنضيف عليه الزبده المدوبه، نعجنهم سوا ورح تطلع عنا البسكوي بهيدي الطريقة. بنمدها بقالب التشيز كيك يلي نحن رح نستعمله، وأكيد على البراد. بنبلش نحضر طبقة التشيز كيك. رح نستعمل أجود أنواع الجبنة الكريمية ليطلع معنا تشيز كيك طيب. بنضيف عليه السكر، نخفقن كتير منيح ليطلع عنا خليط مثل ما شايفين كريمة بحت. اول بارت من الخليط خلص، حنشيله على جنب ونحضر كريمه. اكيد بدنا كريمه خفق، رح نخفقها لنوصل لخليط الكريمه المتماسكه. طبعا بنبلش بالخلاط على درجه وسط، بعدين بنقوي شوي وبنضلنا مستمرين لتتماسك عنا الكريمه بهالطريقه. كتير سهل خفقها. بنضيف الكريمه اللي عملناها فوق خليط الجبنه والسكر، وبنضيف عليه كم معلقه من صوص الكرز يلي حضرناه، بتعطي طعمه جدا طيبه. بنقلب المكونات سوا ليتخالطوا على الاخر. ولا رح اترككم مع هالبارت اللي ما قدرت شيلها من الفيديو لتشوفوا بنتي شو بتعمل فينا. في هاي هيدا اكيد لا كمان. شهادوا يا عالم، بنتي خزانتها مليانة وكل يوم بتخانق انه ما عندك، بتخانق معي انا وعم صور انه ما عندك فستان. شوفي ماما هيدول شتوي ما فيك تلبسيهم هلا. شو انا اقول هلا شو انت بس هاي. يلا هلا بلاقي لك لحالة. حركناهم كتير منيح لتمازجوا مع بعض، وهلا رح نحطهم فوق البسكوية اللي حضرناه وحطيناه شوي بالبراد عبال ما نخلص الخليط الاساسي للتشيز كيك. منمدهم بقالب التشيز كيك ومنشيلهم على البراد مينيموم لانه هلا صيف وشوب ودرجة الحرارة عالية. مينيموم بدهم 6 ساعات بالبراد. طبعا انا كنت عم صور بعد الظهر، لذلك تركته لتاني يوم وكملت لكم الفيديو، وما خليت حدا من العائلة يدقر التشيز كيك كرمال كمل التصوير ويكون يعني انا عم قطعه ويكون على ذوقه. منزينه بصوص الكرز يلي حضرناه يلي طلع بشهي خرافي. شوفوا قديه شكله طلع حلو، هيك ورقة نعناع تنكسر الألوان. شوفوا قديه شكله بشهي بيجنن. منقطعه، كل قطعة بتطلع مثل التانية، كتير طيب كتير لذيذ. ضروري تجربوه. تجربوا اطيب تشيز كيك فيكي ما جربوا. ضروري تجربوه وتبعتولي رأيكم بالوصفة. وإذا أول مرة بتفوتوا على صفحتي ما تنسوا تعملوا لي فولو وتتابعوني لتشوفوا باقي الوصفات اللذيذة.